السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجا شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقة فصل التقميص بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة، واي مبتدئة ممكن انها تخدمه بكل سهولة. عارفة شحال هذه ما نزلت لكم فيديوهات، ولكن ان شاء الله بحول الله غنبقى ننزل معكم كل جديد. ما نطولش عليكم ونبداو التطبيق على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف كتلاحظوا البنات طويت الثوب ديالي على 4 بهذا الشكل هذا. يعني هذيك الحاشية غادي تكون من الجهة اللي غادي نفصل عليها، لأنني الربعة باغياهم يبقاو مسدودين، يعني ما غتكونش فيهم الخدمة، لهذا غنفصلهم بهذه الطريقة هذه كيف كتلاحظوا. وأول حاجة خديت القياس ديالي ديال الطول، عندي 140. كناخد القياس ديال الكتف، عندي 40 سنتيم، كنقسمو على نص هي 20 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة 21 سنتيم. كنحدد القياسات ديالي، كنزلو بجوج ديال السنتيم، كنطيحو الكتف بجوج ديال السنتيم حتى ل3 سنتيم. كنحدد القياس ديالي بالمسطرة، وكنزل ب23 سنتيم. القياس ديال التركيز تيبقى على حسب القياس اللي عندكم. كنحدد القياس ديال التركيز كذلك، حتى كنتحصلوا على مربع. كذلك من الجهة المقابلة كناخد القياس ديال 23 سنتيم، وهكذا نكون تحصلت على الكتف وكذلك التركيز ديالي. ناخد القياس ديال ربع الصدر، عندي 37 في ربع الصدر، كنزيد سنتيم ديال الخياطة هي 38 سنتيم، وهكذا نكون وجدنا ربع الصدر. كنحدد القياسات ديالي، وبالنسبة للتركيز كناخد التركيز ديالي بهذه الطريقة، كنقسموه في النصف وكنحدو منتصف التركيز. كندخلو بسنتيم ونصف، وكنحدد القياسات ديالي، يعني من النقطة ديال الربع لمنتصف التركيز للكتف. يعني هادو هما 3 النقط اللي هما مهمين باش نتحصلوا على تركيز يكون مزيان وما فيه حتى شي غلط. من نقطة الكتف لمنتصف التركيز لربع الصدر. يعني طريقة راه سهلة وبسيطة، وأي مبتدئة ممكن أنها تخدمها بدون أي تعقيدات، وهكذا نكون تحصلت على التركيز ديالي. دابا غادي ناخدو القياس ديال دورة الخصر، كنهبطو ب60 سنتيم، كتبقى قاعدة أساسية 60 سنتيم. عندي دورة الخصر 30 سنتيم، كنزيد سنتيم ديال الخياطة هي 31 سنتيم، وهكذا نكون وجدت دورة الخصر. بالنسبة للإيفازي، هذا القميص هذا ما غاديش نديرو فيه الإيفازي بزاف، يعني غادي نكتفي عفوا غيكون فيه فقط 37 سنتيم. ونحدد القياس ديالي من ربع الصدر لدورة الخصر. كنستعن بهاد المسطرة، اللي ما عندوش ممكن انه يخدم غير بيديه عادي. وهكذا نكونوا حصلنا على جميع القياسات ديالنا. دابا ندوزو للفصاله. درت عليه كاع من الجهه الاسفل ونحط على هنايا. وكناخدو القياس ديال دورة العنق 8 ديال السنتيم، تتبقى قاعدة أساسية يعني في أي قفطان، وكنزلو بجوج سنتيم، وهكذا نكونو تحصلنا على دورة العنق. ودابا غادي نزول الظهر بوحديتو باش ندير دورة العنق للربوعة.
كنزل ب12 سنتيم يعني دورة الأمام، وكنستعن بهاد المسطرة غادي نديرو على شكل غون، يعني طريقة راه جد بسيطة بدون أي تعقيدات، وغادي ندير واحد الفتيحة اللي فيها واحد 20 سنتيم. وهكذا كنت حصلت على الأمام ديالي بلا ما نفتح الوسط، يعني دورة العنق كتجي بهذا الشكل هذا، يعني تكون فيه الخدمة خفيفة. وبالنسبة للبصرة ديال الكمام كيف كتلاحظوا أنا طويت الثوب ديالي على 4. واحد الملاحظة البنات بالنسبة لهاد الأثواب اللي كيكونوا مزوقين أو اللي كيكونوا ريي، يعني ضروري ما نردوا لهم البال، يعني الكمام يجيونا بحال اللي فصلنا الظهر والربوع، يعني إلا كانوا الخطوطة في الأمام نديرو نفس الشيء، ولا كان الزواقة مختلفة المهم ننتبهوا مزيان لطريقة الفصلة ديال الربوعة والظهر مع الكمام. أول حاجة كناخدوها هو القياس ديال الطول، أنا عندي في الطول 60 سنتيم. الطريقة اللي غنشارك معكم ديال التركيز طريقة اللي هي سهلة وبسيطة وكيجي التركيز ديالها يعني صحيح جدا. كناخد الطول ديالي اللي هو 60 سنتيم، كنزيدو بطبيعة الحال سنتيم ديال الخياطة، وكناخد التركيز ديال الربع بهذا الشكل هذا، كنزلو عفوا فوق الطول اللي خديت بهذا الشكل هكذا. المهم الطريقة البنات راها سهلة، كيف كتنتبهوا التركيز ديالنا كنقبطوا المنتصف ديال التركيز، وكنحدد المنتصف ديال التركيز بهذا الشكل، وكنستعن بهاد المسطرة وكنديروا هاد الحركة باش كتعطينا ديك الدخله اللي كتكون عندنا في التركيز، حيت الا خلينا داك الثوب اللي كيكون عندنا لداخل ديال التركيز كيجينا شويه التركيز ديالنا يعني كما كنقولوا مخنش، يعني ما كيجيش صحيح بهاد الطريقه هذه، يعني تيجي التركيز عفوا مزيان. المهم اللي ما عندوش المسطره ممكن يدخل تقريبا واحد 3 حتى ل 4 ديال السنتيم في هذيك الجهه ديال الابط باش كتعطينا هاد التقويره بهذا الشكل هذا. وهكذا نكونوا تحصلنا على التركيز ديالنا بدون اي تعقيدات او حسابات او لا شي حاجه بحال هكذا، بكل سهوله فقط كنزلوا التركيز ديالنا على الكم وكنديروا هاد الطريقه هذه. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وباين. كنتاكد من الطول ديالي اللي هو 60 سنتيم زائد سنتيم الخياطه اللي هي 61 عفوا، وعندي في العرض ديالكم 17 سنتيم، كنزيد سنتيم الخياطه هي 18 سنتيم، وكنحدد القياس ديالي وكنستعين بهاد المسطره باش كنديروا داك الدخله اللي كتكون عندنا في الكم. وهكذا نكون تحصلت على الكم ديالي بكل سهوله وبدون اي تعقيدات. ودابا ندوزو للبصله. وهذا هو التركيز ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نقيسو مع الربع، مع التركيز ديال الربع هانتوما كيف كتلاحظوا يعني كيجي بالضبط. هانتوما البنات الا انتبهتوا يعني الخطيطه ديال الثوب اولا الزواقات ديال الثوب راه نفسها الزواقه ديال الربع. هانتوما البنات الافاز اللي في هذا القميص هذا يعني يمشي بزاف، ولكن راه جا باين الافازي ديالو. وهذا التركيز كيجي على هذا الشكل. الطريقه اللي شاركت معكم البنات ديال التركيز راه صحيحه 100% وكيجي
ممكن تخدموا أي مبتدئة بكل سهولة. وهذا الربع الأمامي ديالنا كما بغيتو، يعني ما جاش مفتوح، فقط ديك الفتيحة اللي درنا ديال 20 سنتيم. وهكذا البنات نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كنتمنى نكون كنفيدكم. الى عجبكم المحتوى ديالي ما تنساو الاشتراك في القناه وتدعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الى بغيتوني نشارك معكم طريقه الخياطه خلوها لي في الكومنتير ان شاء الله بحول الله. خليتكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.